اللي يحب النبي يصلي عليه. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ جينا لكم النهارده وكلنا نشاط وحلويه وقررنا نهز اللي جمعه مباركه عليكم يا حبايب قلبي. النهارده بقى اليوم المفتوح من صبالي. اول حاجه بدات بيها كده وقلت يا بنت يا ام ابراهيم بطلي كسل، هتفضلي قاعده خامه ومصوفه كده لحد امتى؟ الدنيا حواليا تضرب تقلب، وبدل ما نروح ننظف الدار كده ونخليها زي الفل قلت نعمل شويه اكل ناكلهم نغذي بيهم نفسي. كرش فاضي ماشي وحاسه انني هفتاني وداخله على شغل بقى وغسيل بطاطين ومضعكه ومرمطه. كل حاجه هتشوفوها معايا هنسحبكم من جفاكم نوريكم على عينك يا فاجر. هنوريكم كل حاجه معايا دلوقتي وتتمتعوا وتشوفوا الدنيا. جبت الزقزق، بص الزقزق عامل ازاي قسما بالله يا ولاد. انا عايزه نقول لكم من مطبخي المعفن دي اللي ما كلش الزقزق ده بيبقى فران، خلي بالكم فران، بس فران متربيه في البيت. النسوان اللي زي كده الشطره تروح تجيب لها 10 15 زقزق وتربيهم وتاكلهم لعيالهم، بيبقى زي العسل وارخص من الفراخ وارخص من اي حاجه. ورحت رايحه صالقه ديك بردي شامورت، وكان عندي شويه الطبيخ البيتين دول شوربه كوسي مع الطينه بقالها يجي 67 عام عندي في قلب الطلاجة. قلت يا بنت طلعيهم سخنيهم العيال غضبانين عليهم، وحلفت بالطلاق عليهم لو ما كانوا ياكلوا الخضار اللي انا طفحاه وطبخاه ده هوت ما هم ضايقين فص الفرخه. قالوا لي ماشي يما ما نشوف بقى هيرضوا ياكلوه. والله لا انا ما نطبخش الحاجه ونكلفها وتترمي، مستحيل حاجه زي دي تحصل. وعملت حبه رز الشرعيه ماشي مفلفلين كده حلوين مع صحن المحدق مع شويه الشوربه البرتقاليين الجمال. انتوا عارفين طبعا نفس في الطبيخ منيل بنيلي. امال طبيخ بقى حاجه كده ما فيش بعد كده. ورحت رازعه الاكل قدامي وقلت يا بنت اقعد انت هفتاني وبقالك يا ما عملتش لقمه حلوه تسندي بها مراوح قلبك. امال نسيب نفسي يعني. ورحت قاعده بقى قعدتها معلقه ورا معلقه وناكل، والواد مسلم كان في الحمام بيستحمي ماشي عشان خاطر نشوفوا ايه اللي ورانا. دي براهولا قاعده هو لا له لا طعم ولا معنى ولا راضي يسمع كلامي ولا راضي يجي ياكل معلقه طبيخ ولا اي حاجه. كلت بقى ورحت داخله على المطبخ. اول حاجه كده طبعا انتوا عارفين البوتاجاز بقاله يجي 160 سنه ما اتغسلش. قلت يا بنت قومي شجعي نفسك كده، العفاريت لابضه فيه قبل ما نخش على البوتاجاز. قلت حاجه يا بنت روحي النهارده الجمعه روحي اعملي حبه بخور وعديكم يا ولاد. ولحت حته فحمه وطقطقت البخور بالملح كده في قلب الدار. العاده السيئه دي اوعوا تعملوها. اول ما بخرت الدار العفاريت شمت ريحه البخور بتتغذى عليه، هاجت فينا في قلب الدار. اتدك التلطيش في العيال وفي رحت انا ملطشه في العيال، راحوا العيال ملطشين في. الدنيا ولعت يا ولاد بسبب البخور. البخور دي بيلم العفاريت. الناس تقول لك قال بيبعد الحسد وبيبعد مش عارفه تنظر ساعه العفريت ولا الجن اللي ساكن في الدار ما يشم ريحه البخور بينصعر هيولع فيكم. بيبقوا اسمهم عمار المكان. عمار المكان دول بيبقوا لابدين في فرشيتك جوا كده. اول ما تحط البخور هيقطعوك حتت. نصيحه مني ما تعملش البخور ده خالص. ورحت رايحه بقى جايبه قرص صابون كده ب3 صاغ صغير صابون ابيض كده وحطاه في حبه ميه سخنين، وجبت حته سلكه وقلت يا بنت يلا شد الهم. وقعدت الرغي ونبوش في البوتاجاز. قسما بالله الحاله عويصه صعبة خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا ما غسلتوش في العيد حتى الكبير والله نزلت عليه الشوربة وبواقي الرقاق والسمنة وكل حاجة اتقلبت عليه. فشرب بقى من الحاجات ديت وسوف زي ما انتوا شايفين كده. ما قداميش غير حاجة من الاتنين، يا اما نشيله على كتفي ونرميه للطاعي الربابيكي ماشي ياخدوا يبيعوا ويستفيد بيه، يا اما انا نستفيد بيه ونعيد تدويره من تاني ونلمعه وهو خساره. انتوا عارفين ده لو رحت نشتريه هنشتريه بكام؟ هيعملوا زي 15 جنيه ولا حاجه. قلت لا يا بنت لا يا بنت اقعدي لمعيه ونضفيه وخليكي شاطره وشقيه في نفسك كده. واديكوا شايفين شلت اول راجه وتاني راجه وادي تالت راجه. جبت السلك بقى بالصابون كده وقعدت نمرش. الست الشاطره هي اللي ما تضيعش وقت وتقعد تدعك في. والله قرقد ايديا خلص وضوافري اتكسرت ماشي واتهرت. انا قاعده دلوقتي بنكلمكم وانا حاطه صبرته عشان نعكم ايدي مكان الخرابيش. السلك قاعد يقطع فيها بس مش مشكله. هنعمل
لازم نعمل الحاجه بايدي، ما كنتش نعملها بايدي حد هيجي يعمل لي؟ لا. وبعدين انا كنت قاعده حرانه والله زي ما تقولوا كده هبط، وانتوا عارفين ان احنا في الصيف والجو الشوب خالص. قلت لا يا بنت قومي بقى اتحركي بقى، كفايانا كده. والله الفرشه فيها براغيث جو، عايزه برضه نعكمها وننضفها. كل يوم هنعمل حاجه، كل يوم كده اهوت واحده واحده، وتشجعوا معايا وخشوا على حاجتكم بقلب هادي ونادي. نضفي نضفي، ما تقوليش مثلا الحاجه هتخليها لبكره، لا بكره هتتراكم عليكي وتبقى اكتر من اليوم اللي قبليه. انما لما تشطري كده وتجيبي من هنا وتحطي من هنا، مالكيش دعوه بيها، ما تبصيش ليا. اني بنسيب الحاجه كده تنطن وكسلاني، انت ما تبقيش زيي. اما الله يخليكي شاطره، خليكي شاطره واحسن مني ومن اي حد، ونضفي بيتك وشوفي كل حاجه كده رطبيه، واعملي زي الخاله ام براهوسه اهوت، حاجه ما فيش بعد كده. وجبت بقى الوش ال50 دي، المره ال50 اللي ندعكوا فيه، جبت برضه حته خرجه كده ورحت مملسه على جفا امه كده. اديكم شايفين اهو النتيجه، بسم الله ما شاء الله. الواحد بيتعب ايوه بس بيلاقي في النتيجة الأخرانية. يعني تيجي تمسحي الحاجة كده تلاقيها بتبرك معاكي، قلبك ينشرح. والله أنا فرحانة خالص. ورحت نازلة على الزراير بقى كده هو زر 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 زر، ماشي بحبة برضو مية الصابون الغسيل ده هو عسل عسل. ولا تحطي مساحيق ولا تكلفي نفسك، والله العظيم حتة صابونة ب3 صاغ قد كده في حبة مية سخنة زي العسل. وتخلي الألمونيا معاكي، وتخلي البوتاجاز يلمع معاكي. لو رشيتي على البوتاجاز اي حاجه ممكن يخرم منك، ينخور، يدي لون كده غريب، يضيع لمعته. انما بالصابونه منها واليها نعود. الله يرحم زمان كنا بنغسله هدومنا بالصابونه بتاعت المواعين دي والله، وشعرنا كمان، وكانت الدنيا فيها بركه وحلوه. من ساعه ما عملوا الزالو ومش الزالو والحاجات اللي هي البخاخات دي، والواحد والله العظيم ما قدر يتنفس حد. فانتوا تخليكوا شاطرين كده زي الخاله ام براهيسه. وجبت الشبكيه بتاعته ورحت ماسكاها وجي دهون بقى مكربشه فيه، مسكتها لمحتها برضو ورحت جايباها اهوت قدامكم. ما خدتش فيه وقت خالص اهوت. الواحد لما يحط الحاجه في دماغه هيخلصها، لكن هتتكسلي بقى وتقعدي تكسلي خلاص. وكان عندي حبه الملوخيه ده كنت جايباها من السوق، قلت يا بنت اقعدي ريحي شويه وقطفيهم. وبراهوله كان قاعد يحارب فيا طبعا زي ما انتم عارفين. ربنا يا رب يبارك في عمره ويبارك في عمر اولادكم، وما تشوفوا حاجه وحشه في حبايبكم ابدا يا حبايب قلبي. ولو جيتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك، الله يملى بيوتكم بالخير يا رب. عايزه نقول لكم ان البيت عندي مكركب وملخبط كله، بس انا نويت والنيه لله ان كل ماده كده كل يوم، مش كل ماده، كل يوم كده نمسك اوضه نرتبها، نمسك دولاب العيال نرتبه، نعبي مثلا الهدوم اللي هي الشتوي في الشنط، ونعمل حاجات كده حلوه. يعني ان شاء الله تشجعكم ان انتوا تقوموا تتحركوا كده وتنظفوا وتعملوا الدنيا، تخلوها حواليكم زي الفل كده. عارفين يا ولاد اللي بيعجنن الواحده في الدار انها تبص حواليه تلاقي الدنيا مكركبه، تتضايق وتتخنق. لكن لو انت حطيت ايديكي على طول في الدار كده زي الخاله ام براهيسه هتبقى بيتك زي الفل. جبت كيس اومو كده ريحته بص ترد الروح، فضيته في البانيو. وجبت الواد مسلم كان قاعد قدام التلفزيون ليل ونهار يا اختي، قلت له قوم يلا اللي ما فيش منك فايده انت، قوم يلا اغسل لي البطانيه. والله العظيم عيلك تجيبيه تشديه من شعره وتقول له حرك ركابك يلا قوم، وبالجزمه على دماغه خش يلا اغسل البطانيه، بدل ما هو قاعد على التلفزيون او على التلفون او بيعمل حاجه مش مفيده. خليه يساعدك. الله العيل يحرك ركابه كده ويسخن جسمه والدمويه ترد في وشه ويتنشط كده. الله لازم كده. وخدت البطانيه اليوم دي كان حر بقى ما فيش بعد كده. قلت يا بنت اطلعي نشري البطاطين. والواد براهوله طبعا لازق في ديلي على طول، قاعد يدعي علي ومعكنن علي احلى عكنن. انا ما كنتش ناخده على قد عقله ونقعد نصيصه، قسما بالله يلم علي الشارع وعمال بقى ينخص فيا يمين وشمال ويحرق في دمي. طبعا قعدتي معاه بخساره، يقعد يجلطني. قلت له اقعد يا براهوله هنا هوت. وكان قاعد بقى بيتفرج على طياره هليكوبتر كده معديه، قعدت انا وهو نتفرج عليه. وجبت البطاطين بتاعتي القديمه اللي بقالها 200 سنه ديت. والله العظيم انا بنتمنى ان هم يدوبوا.
عشان شكلهم قديم قوي، بس مش راضيين يدوبوا ابدا. واني نستخسر نرمي الحاجه، نقول حرام يا بنت محدش طايل، خليكي لحد ما تضوبيه، وكل سنه نقول السنه الجايه يمكن يدوبوا يرجعوا جداد احسن من الاول. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ قلت يا بنت افرضيهم واغسليهم وخلاص، اهم احسن من قلتهم. والله العظيم الشمس تضربهم من هنا، البطانيه تبقى ريحتها زي الفل. وطبعا نزلت من فوق مفرهضه، دخلت على التلاجة طلعت منها شويه الفواكه دول، شويه برقوق على شويه مشمش على قرنين موز وجوافيتين وتفاحايه، وقلت نمسكهم نخرطهم يبلوا ريقي. بيني وبينكم في الصيف دي ان ما كانش الواحد يشرب عصير او ياكل فاكهه ريقه هينشف كده هوت ويحطب ويسخسخ ويبقى ما فيهوش منعه. رحت بقى قاعده كده وقلت نمسكهم نخرطهم كانك بتعملي حبه سلطه بالظبط، خرطه ورا خرطه كده. الموضوع مش صعب يعني، بدل العيل ما يروح يجيب جلاطه من بره ولا يجيب حاجه صاجعه اللي هو البيبسي والصيفن والحاجات ديت، ما هيش مصيحه خالص ولا حلوه. فانت لما تعملي الحاجه كده هوت في البيت ده شويه كوكتيل بقى يتاكلوا من ايد الخاله ام ابراهيم كده تحلفي بيهم. بس تغسلي الخضار كويس كده هوت، مش خضار فاكهه، فاكهه يا ولاد لخبطوني الدنيا حر ومخي صايح خالص. هنعمل قطعت الموز بقى كده هوت حتت كده هوت مكعبات لذيذه. وانتوا عارفين بقى الخاله ام ابراهيم والله لما تعمل الحاجه بتطلعها جميله خالص. بصوا براهولا واقف زي عود القصب ازاي، عيل نكدي والله. ودي جوافيه بقى ماشي. هتقولي لي الجوافيه ما فيش منها دلوقتي يا ام ابراهيم، هنقول لكم لا في بس بعد جوافيه كده في الشجر. يعني بننزل عند الشجر بتاع العمده كده نقطف منه ونجيب ونغسل وناكل. والله راجل جاي لي براحتك يا ام ابراهيم، يعني الارض ارضك ما فيش مشكله. وبرضه براهول هو انا بنعمل في كوكتيل وفي حاجات حلوه، ويروح يسحب قرطاس الجيلاتي من الثلاجه ويقعد يلحس فيه كده. الجيلاتي ده هو اللي قافل معدته وقافل شهيته مخليه مش عارف ياكل خالص. بس انا هنعمل يا اولاد العيال عقلها ناشف ومش عارفه مصلحتها فين. وجبت بقى شويه الكوبايات دول ماشي، وقلت يا بنت اعملي شغل فنادق، اعملي شغل كده عالي، وحطوا لهم بقى الفواكه في قلب الكوبايات كده عشان يرضوا ياكلوها. العيال عندي جونا فجاوي، نقول لهم كلوا الحاجه المفيده يروحوا للحاجه المضره وياكلوها، ياكلوا الاندومي، ياكلوا الجلاطه، ياكلوا الشيبسي، موقفين حالي خالص في الحكايه دي. فاني قلت يا بنت خليكي ام حنوني ماشي، وما تقصريش مع اولادك، واعملي لهم اشكال حلوه زي اللي بيشوفوها بره. جبت الكوبايات كده وعملت بقى ده عصير تقريبا جوافيه، ومسكتهم عبيتهم في الكوبايات اديت لكل عيل كوبايه، ومليت واحده المسلم وقلت له دوق يا حبيبي بقى وقول لي رايك فيها. وانا كلهي قال لي بصراحه ربنا زي اللي بره بالظبط. قلت له خلاص بالهنا والشفي، دي كلها فيتامين يا حبيبي، الف وب وط وص وجيم وح وخ والصين والراء، وكل الفيتامينات الحلوه فيه. والولد بقى فرحان بيها احلى فرحه. ونشوف وشكم على خير، مع السلامه.